صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الحلقة دي. أنا مصطفى الشاعر، ودي حلقة جديدة من برنامج حواديت شاعر. سادتنا الكرام، يحكى أن الحق والباطل كان في الأصل أخوين، وكلما سئل الناس ما الذي يمشي بينكم، الحق أم الباطل، فيأتي رد الناس الحق يمشي. فسمع الباطل بالأمر وأضمر للحق أمرا، فذهب الباطل إلى الحق سائله: أنا لا أجد مكانا لي بين الناس، وأنت لك مكانة عظيمة، وأنا أخوك، فما رأيك أن نذهب أنا وأنت لمكان جديد لنبحث عن حياة جديدة؟ فوافق الحق. وعند بداية الطريق قال الباطل إلى الحق: عندي فكرة، حتى لا نتعب، أنت تحملني نصف الطريق وأنا أحملك النصف الآخر، ما رأيك؟ فوافق الحق وبدأ طريقهما. وعند منتصف الطريق قال الحق إلى الباطل: قد انتصف الطريق، هيا انزل كي تحملني. فرفض الباطل وقال للحق: لا، لن أنزل، ما رأيك أن نحتكم للناس؟ فسأل الباطل الناس قائل: أيها الناس، ما قولكم وما الذي يمشي بينكم، الحق أم الباطل؟ وكان الرد من الناس: الحق يمشي. ومن يومها يا سادة، والحق يمشي والباطل يركب أكتافه، والناس سعداء مسرورون ظنا منهم أنهم حكموا بالحق. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من حواديت شاعر. ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وتشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا. سلام.